السلام عليكم. بمناسبة موسم الامتحانات يحضرني موقف في الثانوية العامة، وأنا عندي حواديت كتير في الثانوية العامة. أنا كنت في مدرسة بنات وولاد، وساعتها كان المدارس كلها بتتجمع على بعضها وبياخدونا امتحن في مدرسة 10. طبعا عشان حظي المثير خدوني أنا لوحدي امتحن في لجنة كلها ولاد، فكنت أنا البنت الوحيدة على مجموعة من الولاد كبيرة جدا. ما علينا. المهم كنت دايما قاعده في اخر صف خالص، وما كنتش بكلم حد غير طالب واحد بس قدامي اسمه يحيى، اتعرفت عليه وبقينا صحاب جدا. الفكره كلها ان انا من البدايه كنت مؤمنه انه لا بغش ولا بغشش، ليه؟ لانه مفيش امل ومفيش فايده الاتنين مع بعض. الفكره انه جه يوم امتحان الدين، وكان للحظ العسر يحيى مش حافظ الصوره اللي احنا كنا هنمتحنها، وللاسف الشديد ملقاش غيري انا علشان يغش منه. فعلا قعد يتحايل عليا من تحت لتحت علشان يغش، ونظرا ان انا ماليش سوابق قررت ان انا احاول اني اغششه، وخلينا نفتكر ان انا حاولت. فقلت له الاتي: يحيى افتح معايا الصفحه، بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت يحيى اتعصب جدا وقال لي: بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا رحاب، احنا بنغش. قلت له: عشان ربنا يقف معانا. على بال ما اتناقشنا في الموضوع ده كان المراقب لف. قلت له: طيب صدق الله العظيم يا يحيى، ويعني ايه حظ افضل المره القادمه ان شاء الله. طبعا الحدوته دي خلصت بان يحيى قعد يعيط، وغالبا علاقتنا انتهت على كده. وانا اسفه جدا ليحيى، يعني انا بحاول ان انا ادور عليه من ساعتها بس انا مش لاقيه، غالبا هرب من المدرسه دي. هو كان ريد هيد وكان عنده نمش، كان لطيف، بس مش عارفه هل هنلاقيه ولا لا. يعني ممكن السوشيال ميديا بتجمع الناس، بس يعني انا حابه عموما ان انا اقول له انا اسفه جدا. ويعني بص، اصله يعني الدين يعني حرام اصلا، هو حرام عموما، بلاش نخش في الحرام ما علينا تفاصيل زايده. المهم يعني انه انا اسفه يا يحيى، وجود لك، واتمنى ان انت ان شاء الله كان يعني ربنا بقى وفقك في حياتك او ما وفقكش مش عارفه، وجود لك لكل الشباب الاخرون.